تعتبر اللغة الروسية من اللغات الأكثر انتشاراً في العالم، فعدد متكلمي هذه اللغة يناهز 260 مليون نسمة. جمهورية باشكورتوستان هي إقليم من أقاليم روسيا، حيث تعلم اللغة الروسية بمستوى عال. في أوفا، والتي هي عاصمة الإقليم، في جامعة بشكير الحكومية التي تحمل اسم أكمولا، تم افتتاح مركز للطلاب الأجانب من كل أنحاء العالم، حيث يمكنهم تعلم اللغة الروسية بسرعة وفعالية. ما الذي يجعل من تعلم اللغة الروسية في جامعة بشكير الحكومية خياراً صائباً؟ لأنها تتمتع بمستوى تعليمي جيد، تقدم مستقبلاً أفضل، آمنة، ظروف معيشية ملائمة، أقساط مريحة، ثقافة غنية وأماكن سياحية كثيرة. سنستعرض هذه الميزات فيما يلي. 1. جودة التعليم. تعتبر جامعة بشكير الحكومية من أفضل جامعات روسيا، وهي جامعة عضو في شبكة جامعات منظمة تعاون شنغهاي. تتوفر خبرات كثيرة في تعليم اللغة الروسية للأجانب لدى جامعتنا. تتوفر لدينا صفوف لغة للطلاب المبتدئين والمتقدمين. يساعد التواصل المستمر مع الناطقين باللغة الروسية كثيراً في عملية التعلم. يستطيع الطلاب الخضوع لامتحانات للحصول على شهادة في تعلم اللغة الروسية كلغة أجنبية. 2. فرص مستقبلية أفضل. تمكنكم معرفة اللغة الروسية من متابعة دراساتكم الجامعية، إن كان ذلك من أجل شهادة البكالوريوس أو شهادات الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه في أي جامعة من جامعات روسيا، أو مزاولة مهنة الصحافة، أو إجراء العمليات التجارية، أو العمل في الخدمة المدنية أو السياسية، بالإضافة إلى بناء علاقات مع أشخاص متعددين. 3. آمنة. تتعايش شعوب من ثقافات وأديان مختلفة بسلام في باشكورتوستان، وتجدون في هذا الإقليم أكثر من 160 مجموعة إثنية، لذا يتمتع السكان المحليون بقدرة عالية على تقبل الشعوب المختلفة. 4. ظروف معيشية ملائمة. يعيش الطلاب الأجانب في مساكن جامعية مريحة مقسمة إلى غرف لشخصين أو 4 أشخاص. إيقاع الحياة في مدينة أوفا متوازن، وكلفة المعيشة منخفضة، ويصل عدد سكان المدينة إلى 1,000,000 نسمة تقريباً. 5. أقساط مريحة. كلفة الدراسة في القسم الإعدادي للأجانب تزيد قليلاً عن $1000 في السنة، وهي كلفة منخفضة مقارنة بمدن موسكو وسان بطرسبورغ. كما يمكن للطلاب التعلم مجاناً في القسم الإعدادي في حال حصولهم على منحة من الحكومة الروسية. 6. الثقافة والمعالم السياحية. أوفا مدينة قديمة تأسست في القرن السادس عشر، وفيها معالم فريدة ومبان تاريخية جميلة ومنتزهات ونوافير، و8 جامعات و9 مسارح وصالات عرض فنية عديدة و20 متحفاً. الطبيعة في باشكورتوستان خلابة، فلا بد لكم من زيارة شيخاني، محمية شولغان تاش الطبيعية، وغابة بشكيريا الوطنية، وجبل إيريميل وأماكن أخرى. أهلاً وسهلاً بكم في مدينتنا. سيسرنا أن نستضيفكم في جامعتنا.